هاي كيفكن؟ اليوم رح أعمل معكم كيكة كتير طيبة، سلاك كيك أو الكيكة الرطبة. حتحبوها كتير، جربوها ما رح تندموا. أول شي منجهز البرجام، منبخه بشوية زيت وبنرشه فوق طحين مشان ما يلزق معنا الكيك. بعدين بننخل كاسة ونص طحين وظرف بيكنج باودر وثلاث معالق كاكاو خام. وعلى جنب نفقس 3 بيضات، وأهم شي يكونوا بحرارة الغرفة. منضيف فوقن كاسة سكر ومنخفق الخليط كتير منيح لحتى يصير لون الخليط معنا متأبيض تماما. واللي وصل معي لهون لا تنسوا تشتركوا بالقناة وحطوا لي تعليق حلو مثلكم. مثل ما شايفين خلطتهم لحتى صار أبيض تماما معي الخليط. بنضيف فوق كاسة زيت وكاسة حليب، طبعا كله بحرارة الغرفة، وفوقهم ظرف فانيليا، وبنخلطهم حوالي 3-4 دقايق وخلص بنوقف الميكسر. بنكمل خلط بعدين على ايدينا، وبنضيف فوقهم الكاكاو والطحين اللي نخلناه، والتحريك لازم يكون من تحت لفوق مشان نحافظ على الهواء بقلب الكيك. بعدين بنفضيه بالبرجام، وأهم شي ندقه كذا مرة مشان نفضي الهواء منه. بعدين بنفوته على درجة حرارة 180 لمدة 35 دقيقة. طبعا لازم الفرن يكون محمى من قبل. وللصوص التسقاية بنحط كاسة حليب و3/4 كاسة سكر ونص كاسة زيت و3 معالق كاكاو ورشة ملح. نخلطهم كتير منيح على البارد، وبعدين بنحطهم على النار. بس غلت معنا 2-3 بنطفي تحته، وها هي بكون الصوص معنا صار جاهز. بعد ما طلعته للكيك بنخليه يبرد شوي، بعدين بنقلبه على الوش الثاني وبنقطعه بالحجم اللي انتو بتحبوه، وبننزل فوق الصوص وبنتركه بالبراد أقل شي ساعتين، وخلص بصير معنا جاهز للتقديم. نصيحة تجربوه وزينوه باللي انتو بتحبوه، ما رح تندموا أبدا، حيعجبكم كتير. إن شاء الله صحة وهنا على كل اللي بيجربوه. وإذا عم تعجبكم وصفاتي لا تنسوني من اللايك والاشتراك بالقناة. بحبكم بالله، سلام.